احنا طبعا ماركت ليدر في اعشاب الفلتر باج، فدايما الجديد في المجال ده بيكون عندنا. فاحنا مثلا على سبيل المثال النهارده عندنا الاعشاب فيها حوالي 10 او 12 منتج جديد لسه نازلين. في حاجه زي العرقسوس، وفي حاجه زي الرمان والزنجبيل، في كركديه بالقرفه، في مريميه، في حلبه، في شمر، في ديتوكس، اوراق جوافه. كل الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده ومش موجوده في السوق كفلتر. موجوده ممكن تكون بتجيبها من عند العطار او كده، ولكن كفلتر هي فكره جديده. فكان ازيس ليها السبق في الموضوع ده. من الحاجات المتميزه عندنا والجديده السنه دي ان احنا عاملين قهوه خضراء فلتر باج برضه. يعني طبعا مشهور عن القهوه الخضراء ان هي بتتغلي وكده، بس الجديد في ازيس انها معموله بفلتر. الحمد لله الفكره لقت استحسان كبير قوي عند الجمهور، زائد ان مفيش فرق في الطعم، فهم مش حاسين ان في اختلاف او في اي مشكله ان هم يستخدموها كفلتر. فدي من الحاجات الجديده عندنا والناجحه، زائد طبعا مجموعه الاعشاب المختلفه اللي نازله جديده. على الجانب الثاني بقى احنا عندنا هنا الزيوت. في زيت زيتون، والزيت الزيتون بتاعنا بيتميز بكذا حاجه. اولا ان احنا بنزرع الزيتون عندنا في مزارعنا، سواء في بلبيس الشرقيه او في الواحات، مش بنشتري زيتون. احنا بنعصر برضو عندنا في مصانعنا، العصر بتاعه بيتم على البارد، نسبة الأكسدة فيه بتوصل لبوينت 8، فدي طبعا حاجة كويسة جدا. بلس مجموعة تانية من الزيوت زي زيت الجوجوبا، ودي من الحاجات الجديدة اللي موجودة عندنا. ده طبعا من الحاجات اللي بتبقى مفيدة جدا للبشرة والشعر والجلد وهكذا، زائد زيت حبة البركة والسمسم والكتان. احنا عندنا تصدير يعني الحمد لله لمعظم الدول، سواء العربية او غير العربية. طبعا الاعشاب علشان مشهور ان براند ازيس هو الماركت ليدر في الحتة دي، فدايما كمياتها بتبقى افضل يعني.